إذن أصدرت المديرية العامة لأمن النظم المعلوماتية مشكورة بلاغا يوضح ما رج في وسائل الإعلام حول الهجومات السيبرانية التي وقعت يعني على مجال التوثيق بالمغرب. إذن جاء في البلاغ وهو باللغة الفرنسية ما يلي: Clarification au sujet des récentes fuites de données. À la suite de la divulgation de données médiatisées en date du 2 juin 2025 par un groupe de hackers, des investigations approfondies ont été menées par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information DGCCI. Il a été établi que les données concernées proviennent exclusivement de la plateforme Tawtiq.ma, opérée par le Conseil national de l'ordre des notaires. Les systèmes de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie n'ont fait l'objet d'aucune compromission. La plateforme en question a été mise hors ligne le temps de corriger les vulnérabilités identifiées ayant permis l'exfiltration de données. Les mécanismes de sécurité en place ont été renforcés et des mesures proactives ont été déployées conformément aux recommandations de la DGCI. إذن هنا البلاغ ديال المديرية العامة لأمن النظم المعلوماتية مشكورة يعني نفى جملة وتفصيلا تعرض الوكالة العقارية أو المحافظة يعني الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لهجوم سيبراني، وحصرت الهجوم في يعني في البلاتفورم ديال الموثقين اللي هي توثيق.ma. كما أعلنت عن توقف هذه المنصة لتصحيح يعني مكامن الخلل، وكما تم وضع إجراءات أمنية استباقية حمائية. لن أخوض انسجاما مع روح هذه البلاغ وما بين أسطره، لن أخوض ولن أحلل في المجال التقني، ولن يعني أعطي أبعاد يعني هذا الهجوم، لأن كما هناك تقنية الهجوم عبر التعتيم، هناك تقنية الدفاع عبر التعتيم كذلك. هذه حرب سيبرانية لا تقل يعني تشابها عن الحروب الأخرى، بل إن لم نقل هي أعقد بكثير من الحروب الواقعية في المجال الواقعي. إذن عموما هذا البلاغ يؤكد أن هناك هجوما على مجال التوثيق، وهو ما كنت قد تنبأت به وحذرت منه هذه الشهر تقريبا في إحدى اللقاءات الإعلامية على موقع بديل مع الأستاذ حميد المهداوي، وكنت قد تحدثت عن هذا يعني الهجوم المتوقع على التوثيق. وإليكم المقطع. تعلم بالمناسبة السي حميد أن من المجالات المستهدفة بشكل قطاع الصحة، لي نوتير، لي زافوكا، لي كونطابل. علاش حيت هادو كتمشي عند ميدسان سي ان كابيني سي ان ابارتمون، نوتير سي ان كابيني سي ان ابارتمون، كونطابل سي ان كابيني سي ان ابارتمون، المحامي سي ان كابيني سي ان ابارتمون. وهادو فونكسيون بروفيسيونيل يعني وماشي مؤسسة كبيرة. جانب الوقائي ضعيف والمعطيات جد حساسة. هاد الفئات هادو هادي جد هذا سان فغي ريسك. ولهذا جانب الحمائي ضعيف والمعطيات حساسة. راه باش يمكن لك تخترق نوتير، المعطيات اللي عنده راه تقريبا هي المعطيات اللي كاينه عند لا سي ان اس اس. كاين لو ريب بانكير، كاين الاسم واللقب وتاريخ الميلاد، كاين النيميرو د لاكارت، كاين الملكيه، كاين كذا. فهذا المقطع اللي شفتو ديال التوقع والتنبؤ كان في اللقاء الثاني مع
الأستاذ المهدوي، لكن قبل منه كان واحد اللقاء آخر اللي فيه تقريبا واحد 52 دقيقة بخصوص الهجومات السيبرانية على سنسس. وفي هذا اللقاء الأول كنت قد تحدثت على أن هذه الهجومات هي ليست هجومات عادية، وليست هجومات يعني كيقوم بها يعني واحد المجموعة معينة، بل هي أكبر حتى من إمكانيات النظام الجزائري البائس. وطلب مني السي حميد المهدوي أن أفصح عن المتعاون مع النظام الجزائري. وأنا ذاك ما بغيتش نسترسل في الحديث في هذه النقطة هذه، أعطيت بعض الإشارات أن هناك طرف آخر مع النظام الجزائري اللي كيشتغلوا على هذه الهجومات العدائية أو اللي أنا كنعتبرها بمثابة مؤامرة سيبرانية على المغرب. طيب اليوم بعد هذا الهجوم هذا على المتقين، ما بغيتش ناخذ فيه لأنه هو هجوم مركب، اتونسيون، هو هجوم مركب وتجمعوا فيه واحد المجموعة ديال دي تاكتيك تكنيك ودي استراتيجي. وأكتفي بذلك كما أشرت حتى أبقى منسجما مع روح بلاغ المديرية العامة للأمن المعلوماتي ومع ما بين سطوره. اليوم تأكد لي بالملموس لا سيناتور ديال واحد المجموعة خطيرة. وبين قوسين للتذكير وللتاريخ فقط أحيلكم على مقطع اللي تحدثت فيه على ذاك الطرف الثاني مع النظام الجزائري للهجوم على لا سنسس. إليكم هذا المقطع. لأن ما قدروش على المغرب في واحد المجموعة ديال المجالات. الآن الوحدة الترابية عسكريا محسوم فيها، سياسيا هناك تقدم كبير في المشروع ديال الحكم الذاتي. على أرض الواقع الحمد لله كاين استقرار. اقتصاديا الأمور راه إذا فين غيمكن لي من أين ستؤكل الكتف المغربي؟ غادي نجيو للجانب الرقمي الآن، راه لأن الإمكانيات باش غادي دير هذا الاختراق هذا راه إمكانيات كبيرة للغاية. إذن هذا عمل منظم كبير، ماشي لعب صغير. حنا كنعرفوا الإمكانيات التقنية ديال الجزائر، راه عندها مشكل غير في الكاد جي وفي لي ريزو وفي هذا. إذن ماشي النظام الجزائري اللي يكون، لا هو كاين، ولكن هل هناك من متعاون مع النظام الجزائري؟ إذن هنايا لافير راه لانفيستيغاسيون ما خصوش يبقى حذاري من أن نطيحوا في بحال شي واحد طاحت ليه درهم في مكان مظلم وكيقلب عليها في مكان فيه الضوء. إذن بلاتي خصنا نسلطوا الضوء على الجانب المظلم، والانفيستيغاسيون خصو يكون متعدد الابعاد. بالنسبه لك السي كرم، نعم. النظام الجزائري غير مؤهل، ما عندوش كفاءات اللي دير بحال هذا العمل هذا النوعي. لا وحنا هي مستفيده النظام الجزائري، ولكن معها ناس داخلين معها في الخط. كاين قوى اقليميه اخرى. شكون يقدر يدخل مع الجزائر؟ انا شوف، انا لست برجل السياسه ولكن رجل محلل. انا احلل لان من خلال مجموعه ديال المؤشرات ديال البنى التحتيه الرقميه ديال الجزائر ضعيفه، لا ترتقي الى البنى التحتيه ديال المغرب. كما رايتم لم اشأ حينها الحديث على الطرف الاقليمي الثاني حليف النظام الجزائري البائس في هجوماته على بعض المؤسسات المدنيه المغربيه، والاستدلال على انه هناك وجود طرف ثاني هما مجموعه ديال المؤشرات ومجموعه ديال المعطيات اللي غنستدلوا بها حاليا على استقواء الجزائر في شخص نظامها العسكري في هجوماته السيبرانية على المغرب في شخص ما يسمى بجبروت. وهذا الجبروت هذا في حد ذاته راه مؤشر على وجود طرف ثاني، لأن هذا الجبروت عندما نبحث عنها هذا موضوع آخر سنتحدث عنه. من أجل يعني الاستدلال
لابد من أن نفهم يعني البنى التحتية في لا كومونيكاسيون لا سيركيلاسيون فيزيك دو لانفورماسيون سور انترنت كيف تشتغل، وهل الجزائر قادرة وعندها البنى التحتية القوية اللي غتمكنها من أخذ حروب سيبرانية قوية. إذا هنا لابد أن ننطلق من المنطلق، والمنطلق هو أن سأحاول أن أبسط لكم واحد المجموعة ديال المفاهيم ومجموعة ديال الأشياء العلمية بعجالة، وما غاديش ناخذوا في العمق ديالها، غنعطيو غير رؤوس الأقلام ديالها باش نفهموا هل الجزائر قادرة على مثل هذا الفعل. وهذه المجموعة التي تسمي راسها جبروت، والجبار هو الله سبحانه وتعالى اللي كنعرفوا حنا المسلمين، وما لا في القرآن الكريم ولا في الكتب السماوية الأخرى كل من ادعى الجبروت قسمه الله تعالى. فسنحاول أن نتحدث عن ما يسمى بالسبكتر مانيتيك، بالطيف الكهرو عفوا السبكتر الكترومغناطيسي، الطيف الكهرومغناطيسي. وهذا السبكتر الكترومغناطيسي هو يتكون كما ترون في هذه الصورة، هو يتكون من واحد من ثلاثة الأجزاء. كاين لو فيزيبل، كاين لو فيزيبل، وكاين شق ثاني على اليمين ديالو وشق ثالث على اليسار ديالو. اليمين ديالو هو تو سكي انفراروج، تو سكي ميكرو لي ميكرو اوند تيرستر، تو سكي سين راديو. وما هو على اليسار هو ما هو الالترا فيولي ولي ريون اكس ولي ريون غاما. طبعا حنا في التعامل ديالنا في لا كومونيكاسيون ديالنا سور انترنت سنستعمل لو كوتي فيزيبل، وما عن يمينه خصوصا لي ميكروويف، لي زوند، لي ميكرو زوند تيرستر et les ondes radio avec bien sûr tout ce qui est satellite. هنا غنتكلموا على ثلاثه لي تكنولوجي، غنتكلموا على لا فيبر اوبتيك، وغنتكلموا على لا كومونيكاسيون في لي ميكروويف، وغنتكلموا على التكنولوجي ساتellite. للاشاره هاد الالكترومغناطيسي هو يعني كيتميز ثلاث الاشياء: بالتردد الضوئي وبالتردد الاهتزازي وبالتردد الطاقي. فعندما نتحدث مثلا عن لا فيبر اوبتيك اللي كتشكل يعني لو كوتي فيزيبل، استعمال الضوء عبر الالياف البصريه اللي على باز دو لا لين دو فير، فهنا كنتحدثوا على انتقال المعلومه اللي هي من ما يسمى بلو برانسيب ديال لونكابسولاسيون دي باك دو دوني على باز دو 0 1 0 اي شوز. عندما كون لو كورون باس سي 1، كون لو كورون نو باس با سي 0، وكيمشي عبر هذه الالياف البصريه دو بو اون بو. وهنا كتشاهدوا يعني لو كوتي فيزيك ديال الالياف البصريه كيف هي يعني من ناحيه لا ستركتور ديالها. هذه الالياف البصريه اللي كتمتد عبر اطراف الارض، عبر البحار وعبر يعني حتى في عمق الاراضي وغير ذلك، كما تلاحظون هنا في هذه الصوره ديال مد الالياف لا فيبر اوبتيك. هنا غادي تشاهدوا تحت الارض عمليه ديال الصيانه ديال هاد لي كابل هادو اللي كيمكن من مرور البيانات والمعطيات وغير ذلك. اذا هذا فيما يتعلق بلا فيبر اوبتيك كوتي يعني فيزيبل. سننتقل الى التكنولوجيا الثانيه. التكنولوجيا الثانيه وهي ما يسمى بالميكرو اوند، والتي تعتمد على يعني ما يسمى دو بوين ا بوين، دو بو اون بو.
وهذه كيكون فيها يعني كيكون يعني انتقال عبر الطاقة، انكودي لانفورماسيون دون لينيرجي، وكتنتقل دو بو اون بو، يعني كما ترون هنايا عبر واحد الابراج اللي كتستلم، كل برج يستلم يعني المعطيات المنتقلة عبر الطاقة ويسلمه كذلك إلى الآخر. لأن الإشكال اللي كيوقع هنايا، وهنا من الناحية التقنية إلى حد ما معقدة، لأن الأرض هي غير مسطحة وهي دائرية، هناك إمكانية ضياع هذه المعطيات، مما يفتح الباب إلى استعمال واحد المجموعة ديال البنى التحتية، واحد المجموعة ديال التقنيات، واحد المجموعة ديال الأدوات والآليات وديال يعني وجوبية امتلاك كفاءات بشرية قوية على مستوى ديال بناء هذه المنظومة أو الصيانة ديالها، وهذه أشياء تفتقر إلى الجزائر باش نكونوا واضحين. يعني هذه مسألة، الشيء اللي كيجعل يعني استعمال هاد الشبكة من اللواقط اللي ذات تكنولوجيا عالية تستلزم واحد مجموعة ديال الامور ديال الامكانيات تفتقد اليها الجزائر. وحنا كنعرفوا البروبليم دانفراستركتور ديال الجزائر ماشي غير في هذا المستوى، على مستوى ديال التكنولوجيا، بل حتى على مستوى ديال المياه وديال الكهرباء وديال الطرق وديال واحد المجموعه ديال الاشياء. هنا تلاحظون مجسات ديال هاد لي زونتين افيك دي طومبو هنايا اللي كيبعثوا الاشارات يعني من برج الى اخر. هنا كيبان لنا الشبكه ديال هاد اللواقط مع البنى التحتيه ديالهم، وكيف يعني تتواصل فيما بينها. وهنا فين غادي يبان لنا الاشكال اللي عند الجزائر، وهنا كاينه الشبكه، وهذه الشبكه كما تلاحظون بألوان مختلفة، وكل شبكة كل لون يعبر عن نوع من الشبكة معينة، يستلزم يعني إمكانيات تقنية معينة، ويستلزم بنى محلية معينة للتواصل معها. وكاين بعض الشبكات غير قادرة للتواصل معها أو الاختراق ديالها أو غير ذلك، مما يحيل على ضرورة امتلاك أشياء أقوى وأكثر. سنرى ذلك عندما نتطرق إلى الطرف الثاني الذي استعان به النظام الجزائري البائس للقيام بهذه الهجومات. إذا أنا أجزم لكم أن الجزائر في شخص نظامها البائد، هذه هنا عندكم الصورة هنا ديال يعني التواصل العصبي للشبكات العنكبوتية الحقيقي. أما عندما ننتقل إلى التكنولوجيا الثالثة وهي الساتليت التكنولوجي، فهذا إشكال آخر كتسقط فيه الجزائر. ديجا هي عندها مشاكل على مستوى ديال البنى التحتية الأرضية فيما يتعلق بشبكة الميكروويف التي تستعمل في الكاد جي. لا نريد أن نتحدث عن 5 جي ولا 6 جينيراسيون ما غير ذلك، هذا الشيء راه يسون لوان دو سا. وعندها يعني داك لو برانسيب ديال دو بوين اللي كيحتاج داكتور اون شين، عندها مشاكل كثيره فيه. وذاك تلقى واحد المجموعه ديال الاماكن في الجزائر يعني يصعب التقاط لي سين فيها، فما بالك انها كتقود هجومات يعني اللي تخترق واحد المنظومه اللي عندنا في المغرب، هي منظومه قويه على مستوى ديال البنى التحتيه، اقولها بكل امانه وبكل موضوعيه، ومحصنه بواحد الشكل كبير. وان الاختراق ديالها يتطلب يعني دي زوتي، دي تكنيك، دي استراتيجي، دي تاكتيك تري سوفيستيكي، وسنرى ذلك فيما بعد. اذا عندها مشاكل غير مستوى على البنى التحتيه، فما بالك اذا انتقلنا الى التكنولوجيا الثالثه في استعمال يعني الطيف الكهرومغناطيسي اللي هو ساتليت تكنولوجي. هنا عندكم واحد الصوره هنايا كما ترون يعني ديال التواصل
ديال الأقمار الاصطناعية مع اللواقط يعني الأرضية، بحيث هنا نتحدث عن الامتزاج مع لي زونتين تيريس. وهنا هذه الصورة هذه كتعبر لكم على كيف تشتغل تكنولوجيات الثلاث مع بعضها البعض، سواء الفيبر اوبتيك مع لي ميكروويف مع لي سين راديو ساتيليت، كيف تندمج فيما بعضها البعض. وهذه تتطلب يعني واحد التقنيات عالية جدا، كفاءة بشرية عالية جدا، بنى تحتية عالية جدا تفتقر إليها الجزائر. ولا يمكن يعني القيام بهجومات معينة في ظل الافتقار إلى هذه البنى التحتية وامتلاك هذه التكنولوجيات الحديثة والجد جد متطورة. إذا باختصار شديد أن كما ترون أن هذه يعني التكنولوجيات الثلاث التي تحدثنا عنها، يعني ماشي أنا اللي كنقولها، رجعوا للتقارير، رجعوا لوسائل الإعلام، رجعوا يعني سور لي ريزو سوسيو، تشوفوا لي بروبليم اللي كاينين في عدد ديال لي زون ديال التراب الجزائري وغير ذلك. ستجدون أنه كاين إشكاليات كبيرة على مستوى ديال البنى التحتية وعلى مستوى ديال الكفاءات البشرية فيما يتعلق بامتلاك هذه التكنولوجيات الحديثة العالية، خصوصا ما تعلق بلي زوند راديو بار ساتيليت. إذا الشيء اللي كيجعلني نستنتج أن الجزائر، النظام الجزائري البائس يصعب عليه، يعني أقول يستحيل عليه القيام بهذه الهجومات اللي سوفيستيكي بواحد الشكل كبير. إذا الشيء اللي كيفتح الباب ليبوتيز الثانية، وخصوصا في ظل أن هذه الجبروت هذه ملي كتبحث عليها كتلقاها يلاه طلعت سيت اون بول اللي يلاه يعني طلعت على السطح، وانا ما عندهاش شي ماضي كبير وما عندهاش شي تاريخ في الاختراقات الكبيره من هذا النوع. الشيء لان هذه الهجومات من هذا النوع هذا من هذا القبيل راه تتطلب ماشي غير امتلاك البنى التحتيه والادوات والمعرفه، تتطلب تراكم ديال الخبره. الشيء اللي كتفتقدو هذه المجموعه اللي كتسمي راسها جبروت المنتسبه الى النظام الجزائري البائس، هذا المعطى هذا كيفتح الباب المحاولات البحث عن من وراء النظام الجزائري البائس في القيام بهذه الهجومات السبرانية على بعض المؤسسات المدنية المغربية. إذن تساؤل من هذا الطرف الثاني. الهجومات التي تعرضنا إليها مؤخرا باش نكونوا يعني منصفين، راه هجومات ليست هجومات كلاسيكية عادية استعملت فيها يعني وسائل عادية ولي زوتي ستاندار اي شوز، بل استعمل فيها دي تكنيك تاكتيك استراتيجي اي اوتي اوتمون سوفيستيك. كما ان لي موتيفاسيون عندك كما اسلفت لي تاكتيك تكنيك استراتيجي اوتي اي موتيفاسيون كلهم كينطبقوا على واحد المجموعة يعني اللي درت عليها واحد الدراسة، بحيث طلب مني إنجاز يعني لو بروجي فان ديتود pour avoir le certificat de la cybersécurité من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة. طلب مني أن أنجز دراسة سواء يا إما على واحد المجموعة إجرامية إلكترونية بكوريا الشمالية وهي خطيرة للغاية على مستوى العالم، أو نظيرتها التي لا تقلها أهمية وخطورة وهي المجموعة الإجرامية الإيرانية المسماة بأولريغ باسم حركي اللي هو APT34. فاخترته نظرا لانتمائي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط،
ولإحساسي ومعرفتي بتأثير إيران على شمال إفريقيا، خصوصا ما كان قد وقع من أحداث أدت إلى قطع الدبلوماسية المغربية لعلاقتها مع الجمهورية الإيرانية، عندما رصدت الأجهزة المغربية يعني تورط السفارة الإيرانية بالجزائر في تأطير وغير ذلك مع البوليزاريو. وبالتالي آثرت أن أشتغل يعني تحسبا مني وترقبا للمستقبل مما قد يقع. فأنجزت هذه الدراسة، ولغريب الأقدار والصدف هذه الدراسة أنجزت بتاريخ 23/1/2025 يعني حديثا. ولغريب الأقدار والصدف أن ما وقع المغرب عندما تتبعت وجمعت واقتفيت يعني الآثار ومسالك هؤلاء المجرمين الإلكترونيين اللي يجمعوا على لا CNSS، سواء الفاغ الأولى على لا CNSS والثانية على بعض الإدارات أو الثالثة على الموثقين، أجدها تتطابق يعني بشكل أكاد أزعم أنه واحد 90%، حتى لا أقول 100%، وأكون يعني من المجنونين، لأن ما كاينش 100% في الكون، يعني دائما لا غولاتيفيتي إلى لا، وإمكانية الخطأ دائما كتبقى واردة. يعني واحد 90% تتطابق مع هذه المجموعة الإرهابية، لأن لا تكتيك التكنيك استراتيجي لي زوتي دو ترافاي سون اوتمون سوفيستيكي، علما وكما سنرى. وهنا غادي يبان لكم هنايا المدخل. Final project of the training course Cybersecurity University of Maryland, United States of America. Case study: the Iranian cybercriminal group Oil Rig APT-34 by Karam Hassan from Morocco. إذن هنا حاولت أن أختار لكم بعض مما أنجزته في هذه الدراسة، والتي تهم يعني هذه المجموعة لنتعرف عليها ونرى هل تتطابق مع ما وقع لنا أو لا. يعني لا الدوافع ولا الإمكانيات ولا الآثار ولا كما قلت التكتيك والتكنيك والاستراتيجي وغير ذلك يتطابق مع هذه. Alors les raisons et les motivations de Oil Rig اللي هي هذه المجموعة sont principalement alignées avec alignées avec les intérêts stratégiques de l'Iran. Leurs attaques sont souvent motivées par des tensions géopolitiques et des objectifs nationaux. Ils cherchent à obtenir des informations sensibles et à perturber les opérations de leurs cibles pour soutenir les intérêts de l'État iranien et ses alliés. الله يجازيكم بخير هاد ses alliés. لأن الدوافع ديال هاد المجموعة دي هي يعني دوافع ديال الدولة الإيرانية اللي مبنية على مصالحها الجيوسياسية وعلى صراعها في الشرق الأوسط عموما، وصراعها مع القوى العالمية يعني بشكل الأوسع، والتي تعتبر مصالح الحلفاء ديالها جزء من مصالحها كذلك. ولعل الجزائر راه إحدى حلفاء إيران هذه منذ الحرب العراقية الإيرانية. الجزائر كانت كدير ذاك الحياد الإيجابي لإيران والحياد السلبي لنا حنا العرب. ألوغ تستعمل، لأن معظم لي بيرات ديال لو موند اونتي ولي هاكرز ديال لو موند اونتي يتقاسمون أدوات الاختراق وغير ذلك من لي زابليكاسيون من هذا اللي كيستعمل. إلا أن هذه المجموعة الإجرامية وهنا خطورتها أنها عندها القدرة وتمتلك التكنولوجيا والمعرفة لاختراع أدواتها هي المتطابقة مع الهجوم اللي بغات تدير، وهذا كيتطلب واحد الإمكانيات مالية وعلمية ومعرفية وغير ذلك توفرها الدولة الإيرانية اللي يديرها السيبراني الإلكتروني الإجرامي APT-34. وبالتالي نحن نتحدث هنا على أن
على أن واحد المجموعة ديال الأمور اللي كتجعلنا نقتنع. الخلاصة ديال أن الطرف الثاني واش كاين، حنا شفناه فيما سبق أن كاين طرف ثاني من وراء النظام الجزائري البعيد، وأن ذاك الجبروت الجزائري هو ذاك غير ان نون فونطوش، وأن النظام الجزائري البائس غير لا فساد، لكن الطرف الثاني كاين. من هو هذا الطرف الثاني؟ أنا شخصيا أزعم أنه هو APT 34، وعنده دوافع اللي قلنا أن الدوافع ديالو منها يعني لي زانتيري دو ليتا ايرانيان اي سي زاليي، والدافع الثاني هو محاربة من يحارب لي زانتيري دو ليتا ايرانيان اي سي زاليي، اونتر اوتر العربية السعودية الشقيقة اللي حنا نعتبر من الحلفاء ديالها. كذلك هناك الصراع السني الشيعي حاضر، راه كاين ما يمكن لي سانكسيون انترناسيونال اللي نازلين بالثقل ديالهم كيحاولوا كذلك ان في اطار المصالح وغير ذلك للتنفيس دونون للتنفيس الاقتصادي عليها يرون دي سيرفيس الكترونيك اي سيبرنيتيك كوم سا باش يمكن تاخذ المقابل الاقتصادي او غير ذلك من طرف حليفتها الجزائر لسوء الحظ. هنا عندما ندقق في les techniques et tactiques et les process spécifiques utilisés par Oil Rig pour créer leur cyber événement كنلقاو واحد 4 ديال الأساليب، وجوج من هاد 4 هم الأخطر. أما الأول فهو l'escalade de privilèges، تصعيد الامتيازات، كيستغلوا فيه الثغرات الأمنية للحصول على امتيازات عالية على الأنظمة المخترقة. l'évasion ثانيا من les techniques tactiques et process spécifiques utilisés pour leur cyberattaque، l'évasion de la défense، التهرب من الدفاع عبر ما يسمى بلا تكنيك d'offuscation، أي ما يسمى بالتهرب من الدفاع. وهي ذكرته في بداية هذا الفيديو تكلمت لكم على التعتيم. راه التعتيم ماشي كنقولوا يعني كنظريه، راه هو تقنية ما يسمى بتقنيات التعتيم لتجنب الكشف. ملي كتكون الأنظمة ديال الأمان يعني فعالة، يعني لي بوستور دو سيكوريتي كتكون فعالة وإفيكاس وفيجيلونت، كاينين دي تكنيك ديال التعتيم اللي كتمكن داك المهاجم، يعني كتمكنوا من الاختراق ومن التسرب بالرغم من لا فيجيلونس، من النباهه ديال كومون ديراج ديال لا بوستور دو سيكوريتي. التقنيه الاخرى او التكتيك والتكنيك والبروسيس الاخر هو لي كوماند اند كنترول، يعني القياده والتحكم، وكتستخدم باش يعني في قنوات الاتصال الامنه من اجل التحكم في الانظمه المخترقه التي تتطلب واحد البنى تحتيه رقميه وتكنولوجيا عاليه، وهي اللي تكلمنا على الجزائر. هاد الكماند اند كنترول كتطلب بنى تحتيه رقميه عاليه جدا، وشفنا فيما مضى من هذا الفيديو ان الجزائر تفتقر الى هاد البنى التحتيه الرقميه والتكنولوجيا العاليه، ما عندهاش، وبالتالي يصعب عليها يعني لأن ضروري هذا الكماند اند كنترول هو المرحلة السادسة من لا سيرفاس دو كنترول لا سيرفاس داتاك. ولا سيناتور هي لا سيناتور ديال هذه المجموعة الإرهابية الإلكترونية الإيرانية المسماة بالأويل ريغ باسمها الحركي APT 34، هو سحب البيانات، تقوم بسحب البيانات من الأنظمة المخترقة وطرحها للعموم من أجل خلق واحد البلبلة وخلق واحد عدم الثقة ديال الجمهور في المؤسسات ديال الدولة. وهذا الهدف ديالو، وهنا نتحدث من باب التحسيس والتوعية والإخبار، نريد أن نحسس ونوعي ونثقف المغاربة من خطورة ما يروج يعني كومسا. انا ما كنقولش لكم لاحظوا معايا، ما كنقول لكم لا بارطاجي لا يديك لا يخليك، لان ما عنديش الهدف ربحي
ولا هدف باش نتعرف ولا غير ذلك. أنا عندي هدف وطني، لأن هذا ما وقع خطير وعنده أبعاد خطيرة إلا ما انتبهناش لها جميعا. الله يخليكم، فيما يتعلق بهذه الهجومات السيبرانية لا تتقاسموا إلا ما أنتم على ثقة بمصداقيته، لأن هنا غادي نتكلموا على مسألة أخرى، لأن هاد المجموعة الإيرانية الخطيرة علاش كتخاف من هاد الدول صانع القرار؟ راه عنده كومون ديغاج، عنده واحد التخوف وكيعتبرها يعني مشكل استراتيجي. صانع القرار دو بوليسي ميكر، صانع القرار السياسي في العالم، كيعتبر هذه المجموعة الإيرانية الإلكترونية الإجرامية الخطيرة كيعتبرها ان بروبليم استراتيجيك. علاش؟ لعدة اعتبارات، منها هذا الفول دو دوني سونسيبل، لأنه كيحول يعني اون اتاك بريفي في ان سيكتور بريفي كيقدر يحولو لون كاستيون بوبليك كريتيك. والفول دو دوني على حساب داك لو رابور دو دافوس الفترة ديال 2018 و 2028 هو رابع تهديد للاستقرار العالمي، الفول دو دوني سونسيبل. ولاحظوا معايا أن جميع الهجومات اللي وقعت عندنا مؤخرا بالثلاث الأمواج ديالها كتركز على كومون ديغاج على لي دوني سونسيبل وعلى البث ديالهم. فهنا لابد من أن نتوخى الحذر، وأن يعني أن لا نسقط في يعني الفخ اللي كيحاولوا يبنيوه لنا هاد الحليفين اللي هو النظام الجزائري البائس وهذه المجموعة الإلكترونية الإجرامية الإيرانية. أود أن أختم بنداء. هذا النداء أنا أوجهه إلى صانع القرار السيبراني في المغرب، وإلى أصحاب رؤوس الأموال، وإلى الصادقين والغيورين في الإعلام الوطني المغربي. أرجوكم أن تحاولوا خلق واحد منصة إعلامية صحفية للإعلام التكنولوجي، باش يمكن تكون واحد المواكبة علمية مهنية لما يقع. ولأنه واخا يكون أصحاب القرار هما تقنيين في المجال ديال لا سيبر سيكوريتي، هما تقنيين حتى على مستوى ديال لي كومونيكي وغير ذلك، كيكون داك لانتيري دو لا ناسيون حاضر وهو شيء محمود. ولكن راه كاين أبعاد أخرى كيقوم بها الإعلام داخل المجتمع خصها تكون كذلك حاضرة. وهذه المسألة خصها يجب أن يتوفر شرطين اثنين في هذا المنبر أو هذه المحطة الإعلامية التكنولوجية، أن من يقوم عليها وبها وفيها أن يكون عنده واحد التكوين في هذا المجال، ويكون عنده تكوين في المجال الصحفي كذلك، باش يجمع بين الحسنيين. حفظ الله بلادنا بما حفظ به الذكر الحكيم، ودير بلاد الشرفة والأولياء. وعبر التاريخ كان الله سبحانه وتعالى كان لها وليا وحصنا وحاميا ومدافعا. والسلام عليكم.